اي مساحه فاضيه دلوقتي بتتحول لملاعب بادل. بتشوف الملعب محجوز بالساعه ب 300 درهم ومفيش بضاعه بتتباع، فبتقول دي بتطبع فلوس والمكسب 100%. بس هل سالت نفسك الارقام الحقيقيه بتقول ايه؟ تعالوا نمشي خطوه بخطوه في الفاينانشال ستيتمنت لمشروع نادي بادل ملعبين. اولا التاسيس او الستارت اب كوست، الخبطه الاولى. الكابكس او مصاريف التاسيس هنا مرعبه. انت بتبني بنيه تحتيه من الصفر، تجهيز الارض وبنى الملعبين، ازاز وارضيه وحديد، حوالي 250 ألف درهم. الإضاءة الاحترافية والتمديدات أو السبلايز حوالي 50 ألف درهم. المرافق بقى حمامات وريسبشن وتكييفات للمناطق المغلقة حوالي 100 ألف درهم. التراخيص والدفاع المدني حوالي 30 ألف درهم. إجمالي الخبطة الأولى 430 ألف درهم، ولو الملاعب اندور أو مكيفة الرقم ده ممكن يتضاعف. ثانياً تكلفة التشغيل المباشر، الكوجز. هنا مفيش بضاعة بتتباع، أنت بتبيع وقت، فتكلفتك المباشرة شبه معدومة. إهلاك المضارب والكور وتطبيق الحجز حوالي 10 دراهم في الحجزة الواحدة، يعني هامش ربحك المبدئي أو الجروس مارجن معدي ال 95%. بس استنى، الفخ في اللي جاي. ثالثاً المصاريف التشغيلية أو الأوبكس، الوحش الحقيقي. المركب هنا مش بتغرق في البضاعة، بتغرق في الإيجار. إيجار الأرض التجاري أو لاند رينت في مكان حيوي مش هيقل عن 25 ألف درهم شهريا. الكهرباء، كشافات قوية جدا بتسحب طاقة حوالي 6000 درهم. مرتبات بقى ريسبشن وعامل نظافة وصيانة حوالي 7000 درهم. صيانة دورية للأرضية والإزاز حوالي 2000 درهم. إجمالي مصاريفك الثابتة 40 ألف درهم كل شهر. الخلاصة، بكسب ولا بخسر؟ الناس بتفتكر إن الملعب شغال 24 ساعة، بس الواقع ان البرايم تايم او اوقات الذروه هم 5 أو 6 ساعات بس في اليوم، من بعد العصر لبالليل. خلينا نحسب على متوسط 5 ساعات حجز للملعب في اليوم، يعني 10 ساعات للملعبين. اجمالي المبيعات 10 ساعات في 300 درهم في 30 يوم، يعني 90 ألف درهم في الشهر. شيلي مصاريف الثابته والايجار 40 ألف درهم، يبقى صافي الربح او النت بروفيت 50 ألف درهم في الشهر. المشروع بيكسب جدا، هترجع راس مالك في اقل من سنه، بس الفخ الحقيقي هو الاستمراريه. في الصيف لو ملاعبك اوت دور ومفيش تكييف، ايراداتك هتنزل للنص، ولو فتح جنبك 3 نوادي بادل نسبه الاشغال او اليوتيلايزيشن ريت هتقل كمان. مشروع البادل مش بيزنس رياضي، ده بيزنس اداره عقارات وحجز اوقات. لو عجبكم البريك داون ده اكتبوا لي في الكومنتات ايه الترند اللي جاي اللي تحبوا نفصص ارقامه.